قرار صارم من بوسي شلبي ضد اي حد هيقول انها مش مرات محمود عبد العزيز، صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدي. اسره الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبالتحديد ابنائه محمد وكريم اصروا في بيان جديد ان بوسي شلبي مش مرات والدهم، وانها رفعت دعاوى قضائيه عام 2023، يعني بعد 6 7 سنين من وفاه محمود عبد العزيز، وخسرتها كلها وفشلت انها تثبت انها كانت زوجه رسميه للفنان الراحل. وبعد ما عملوا البيان ده بدأت الناس تتكلم على السوشيال ميديا، وبعض الفنانين ومنهم فنانة تحديدا أكدت برضو نفس كلام ولاد محمود عبد العزيز، الأمر اللي أغضب بوسي شلبي عشان بينها وبين الفنانة دي مشاكل كتير، فقررت إنها تبلغ المحامي بتاعها إنه يرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يقول إنها مش مرات محمود عبد العزيز. ومش بس كده، لا دي كمان نشرت فيديو حصري من حوالي 20 أو 25 سنة، يعني تقريبا عام 1998، اعتقد اكتر من 25 كمان، وهي بتتجوز محمود عبد العزيز، او بمعنى ادق بترجع له تاني بعد الطلاق اللي تم بعد الجواز الاولاني بشهر ونص. والسؤال اللي بيثير الجدل دائما ومحدش لقى له اجابه، هي ليه بوسي شلبي انتظرت كل هذا الوقت عشان ترفع دعوى قضائيه تثبت فيها انها الزوجه الرسميه لمحمود عبد العزيز، وتقول ان ليها ميراث على حد كلام هي ابناء زوجها، والموضوع بتاع وفاة محمود عبد العزيز مر عليه 6 7 سنين تقريبا؟ سؤال أنتظر إجابته بفارغ الصبر.